السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى جايبه لكم فيديو سريع. ايه حكايه الفيديوهات السريعه؟ ايوه، كل حاجه كل ما بنخف في الوقت في المطبخ كل ما بنحسش بتعب خالص. النهارده بقى جايبه لكم الجلاش. كان عندي بقى يعني لف الجلاش كده عندي في الفريزر. اتبهدلت خلاص، مش هينفع تتفرد. فقلت اما نستخدمها. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. عصجنا اللحمه، وطبعا كلكم اساتذه مش محتاجين اقول لكم نعصج اللحمه ازاي. بس انا ضفت عليها حبه صلصه كمان عشان تخليها طريه معايا. وبعد ما عصقت اللحمه كويس حطيت عليها كمان قرن فلفل وبصلايه وحبه ملح وحبه فلفل اسمر وحبه كمون. بصوا بقى شكلها تحفه. اللهم صل على النبي. ايوه، صلي على النبي كده وانت قاعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعدين عملت ايه يا ام اسامه؟ خلاص اللحمه كده بتاعتنا اتعصجت. هنروح بقى جايبين ربطه الجلاش معانا او لفه الجلاش. وقصيناها زي ما هي ملفوفه كده. وبعدين فردناها من بعضها. وممكن تعمليها بحبه سمنه مع بعض كده وانت بتلفيها. وكان عندي بقى لبن. بعد ما غليت اللبن طبعا عمل وش. فبقى كده ما شاء الله عليها دسمه يعني. جبت الصينيه بتاعتنا ودهناها بالزيت من تحت. وبعدين هنروح جايبين معانا. استني انت وهي رايحه فين؟ ما تنسيش تدوسي لي لايك وشجعيني بقى يلا بتعليق حلو كده وتقولي لي ايه رايك في موضوع النهارده ده. بص هنلف بقى نحط الجلاش. هنفرده كده. ونغطي الصينيه من تحت. مش كله، هنحط حبه صغيرين، نصه ونص هنعينه على الجنب. وحته سمنه حلوه ونروح نازلين باللحمه. ونفرد اللحمه معانا كده. ايه ده؟ ما دوستيش لايك ليه انت وهي؟ يلا دوسي لايك. هنحط بقى على البضايه، هنحط معاها بقى هو ده السر. معلقه بيكنج باودر، معلش معلقه بيكنج باودر. هتخليه يترفع معانا كده ويبقى حلو. واللبن بتاعنا هنروح مزودين عليه حبه ملح وفلفل اسمر عشان يطعمه. وممكن لو احتاجنا اللبن، لو حبه لبن صغيرين ممكن نزود عليهم حبه ميه، ما جراش حاجه يعني. المهم هنروح بقى نازلين عليهم. بصوا. ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم كيكه مش جلاش ده يا جماعه. بصوا الله اكبر. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ لا لا، بص حركات. بصوا بقى الجلاش، ولا تقول اللفه دي كانت تترمي ولا اي حاجه. زي الفل كانك فرداها. تنسيش بقى لو انت اول مره تشوفيني تشتركي في القناه. وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا. بصوا والله العظيم هي بتتقطع معاكي تحسيها مستويه ودايبه كده معاكي. طبعا اللبن بيطريها كمان من جوه تبقى حلوه قوي. بصوا اللهم صل على النبي. متنسيش تشتركي في القناه. واشوفكم على خير ان شاء الله.